السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أعطيكم اليوم بعض السر. لماذا عيون بعض اليهود الذين يقرؤون التناخ والتلمود وأولد تستمنت والتوراة عيونهم صافية ونقية، هم والبنات المحجبات التي يلبسن النقاب يشترك الكثير من اليهود والمسلمين وحتى المسيحيين في بعض المعتقدات على الالتزام بالستر والحشمة. ليس هذا موضوعنا. ولماذا حتى في أفغانستان التقط أفضل المصورين أجمل العيون حول العالم لنساء وأطفال في أفغانستان؟ لطالما كان هذا يراودني، كنت أريد أن أعرف السر. لماذا عيون بعض الناس جمالها وصفاؤها وبريقها تشبه بعيون الثعبان؟ كان هنالك وصف يطلق على صاحب العين الصافية والبراقة والنقية اللامعة والقوية والصحية. يقول لك فلان عينه مثل عين الداب، هي هذا الشخص عيونه مثل عيون الثعبان. أنتم لو تلاحظون إلى عين الثعبان سوف تجدونها صافية ونقية. السر لحظة. السر أولا، اليهود يلبسون اللون الأسود، والمنقبات وإن كان يهوديات أو مسلمات يلبسن الثوب الأسود. تكون منطقة من العيون فقط بارزة. وفي بعض النساء في أفغانستان يوجد عليهم مخمل، طبقة من المخمل، هاي تحجب عن الأتربة والغبار والتلوث عن عيونهن وتحافظ على رطوبة عيونهن. أول بداية الأشعة هاي عندما تحجب الضوء أنت جسمك من الداخل راح يصير أبيض، وهذا راح يبرد الجسم. وعندما تكون البشرة بيضاء محمية من الشمس، هذه ترى شبكة سطحية متصلة بسطح العين وسطح البشرة، تبرد هذه المنطقة وراح تكون العين صافية وباردة. هذا السبب وهذا السر تكون عيونهن صافية ونقية. انت لو تلاحظ كثير من العيون عيونهم كبيرة، عيونهم جميلة. وهناك سر آخر أيضا. ليش بالتحديد أنا ذكرت لك اليهود؟
لأن اليهود هم حتى بعض المسلمين الذين يتدارسون القرآن ويقرؤون القرآن، خاصة طلاب العلم وطلاب التفسير والفقه. لاحظ عيونهم، سوف تجدها مثل عيون اليهود، واسعة وكبيرة وصافية ونقية. السر لأنهم يقرؤون من الكتاب، ما يقرؤون من الهاتف. هذا الهاتف أنت عندما تقرأ منه تخرج منه أشعة تسمى بلو لايت، وهذه الأشعة خطيرة جدا على العين. وحتى اللايت، الأشعة العادية البيضاء، هذه خطيرة على العين. بينما أنت تقرأ فقط كتاب في منطقة فيها ظل ولا يوجد فيها انعكاسات ضوئية، خاصة لو كان هذا الكتاب لا فيه نوع من الظل. تشوفون هذا الظل الموجود داخل، وأنت تقرأ الكلمات عليها ظل مش عليها كذا ضوء. لا، أقرأها، تقدر تقرأها. لو كانت هنا كلمة في هذا الظل راح تكون واضحة. حاول كذا ما تخليها كذا في عينك، لأن هذه تكون مثل المرآة. تشوفون هذه لما تكون كذا وأنت تقرأ الكتاب، هذه تكون مثل المرآة، لما توجه مرآة تطلع منها أشعة تؤذيك في عينك. فهذه كذا تعتبر أشعة ترجع بقوة، خاصة لو أنت تجلس تقرأ كتاب، سواء كان مسلم يهودي أو أنت إنسان كإنسان مثقف تقرأ كتاب. حاول يكون على الكتاب فيه ظل. هو هذا تشوفون الشمس الليت اللي فوق كذا صار أبيض، هذا خطير على العين. هذا يدخل أشعة، أنت عشان بس تحافظ على عيونك. أنت مجرد حتى لو كان كذا راح يخلي عيونك مرتاحة هذا، وراح يريح معك العين، وراح يعطي استرخاء للعين. لأن أول بداية الكتاب ما يطلع منه أشعة، لكن لو كنت أنت موجهنا على الشمس، على أشعة الغرفة، لو كنت تقرأ في ظل عادي راح يكون كذا الظل مثل هذا. تشوفون أنا من قوة التفكر، من قوة النظرة الثاقبة، حتى درجة الظل ولاحظ وأنصح بها في القراءة. خلي دائما في ظل على الكلمات في الكتاب في الصفحة مثل هذا. مثل هذا. مثل هذه الورقة، تشوفون كذا كذا فيها انعكاسات ضوئية، لكن أنت خليها، حاول تقلبها كذا. تشوفون حاول يكون فيها ظل، ما تخليها كذا ساطعة. تشوفون كذا فيها ظل، وأنت تبتعد. المهم تبعد، ما توجهها كذا على الشمس على الأشعة وأنت تقرأ على أشعة. حاول يكون فيها ظل. تشوفون الحين الظل ظالنها بوجه، في فرق. الكلمات اللي راح تقرأها في الظل هي واضحة، هذه راح تكون أريح لعيونك ولعقلك ولمخك ولقلبك. خاص الناس، في ناس تقرأ على 4 ساعات 5 ساعات. أنا كنت سابقا أقرأ على 5 ساعات و4 ساعات. فعرفت وش السر؟ السر الأول، خاصة اللي يلبس اللباس الأسود. اللباس الأسود يعطي ظل أكثر من أي لباس. ولأني أنا الحين أعطيتكم هذا الكلام، الذي قد يظنني الجاهل الذي لا يستوعب هذا العلم أنني مجنون. كنت قبل فترة حاط وزاري فوق راسي، كنت حاط الوزار فوق راسي فترة من الزمن،
بسيطة، وسافرت وأبحرت وتفكرت حتى استنتجت واكتشفت. في يوم من الأيام يجب هذا أن يدرس في الجامعات وعند أطباء العيون وأطباء المخ والأعصاب، وتجرى عليها أبحاث على الناس الذين يعيشون بعيدا عن الأضواء. عرفت السر؟ السر عندما حتى لو تقرأ كتاب ابتعد عن القراءة من الهاتف، هذا خطير، خاصة لو أنت تقرأ في يوم ساعات طويلة. 24 ساعة نقضيها نحن اليوم تصفح. هذا هو السبب، سواد عيونكم. عرفتوا إيش عيون اليهود وعيون المسلمين حفظة القرآن والفقه والشريعة الذين يقرؤون كل يوم مدة طويلة القرآن والتفسير، ما يقرؤونها من كمبيوتر. أنا أنصح، صح أن الكمبيوتر فيه تطور، لكن أنصح بالقراءة من الصفحات، لأن هذا أريح للعيون. ولهذه الأسباب عندما كنا نتعلم في المدرسة كانت عيون الكثير من الطلاب صافية ونقية وقوية، لأننا كنا نقرأ صفحات. كنا نقرأ صفحات. هل خرج العنوان أو لا من هذه الصفحة؟ سوف أراجع الفيديو، إذا كان العنوان موجود سوف أحذف هذا الفيديو. غير ما يكون العنوان موجود أنا أحذف. وتعمدت في هذا الفيديو أن أخفي وأفهم وأبهم وأتظاهر ببعض المظاهر التي توحي للجاهلين بأنني مجنون، ويجب علينا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم ومدى فهمهم واستيعابهم. السر اللون الأسود. وتروح السعودية راح تلاحظ الكثير من البنات السعوديات المنقبات عيونهن مثل عيون الداب. السر إنهن يلبسن النقاب يحمي بشرتهن وجعلهن كاللؤلؤ المكنون، كأنهن لؤلؤ مكنون. فهو ليس فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت يعني وجهها وكفيها، لا يعني حرية اللي تبى تلبس الحجاب يعني عشان تبى تحافظ على جمالها وصحة عيونها على المدى البعيد. هذا البنت التي بتبى تحافظ في الإسلام لما جعل شيء هذه جوهرة. في الجوهر أنت لو تروح المتاحف تلقاها عن عوامل التعرية يحطون عليها انزجاج وكذا، هذه مخطوطات ورقة وتلقاها عشان ما تتأثر بعض بالجو أو بالأشعة حتى بالضوء عشان ما تتأثر. عرفتوا؟ وليست
صحتك. والمرأة يعني جوهرة تستحق الإنسان أو القرآن أن يعني أن وجد لها أشياء يحافظ لها على صحة عيونها وجمالها ويجعلها مثل اللؤلؤ المكنون. فالمرأة هي جوهرة، وعيونك هي جوهرة، أقل جوهرة عند الإنسان. فهذه هي أحد أسباب أن تحافظ على أقل جوهرتين. هذا يشمل حتى كامل الجسم. لاحظوا المرأة دائما متسترة، يلمع جلدها من الداخل، فيه بريق. بينما حتى لو كانت جميلة كذا 24 ساعة متعرية، تمشي في بعض الدول اللي ما يعني يلبسون، يعني يمشون بملابس قصيرة وكذا، تكره شيء اسمه نساء. النساء تشوفها كأنها رجال، قسم بالله كأنك تشوف رجال قدامك. لكن النساء اللي يلبسن النقاب لو تشوف شعرها شوي كذا، دائما يلبسن حجاب كذا، تشوف نوع من الإثارة كأنك رأيت لؤلؤة. لهذا الأسباب تتأثر الكثير من الناس في البلدان بمظهر المرأة اللي فيه ستر. وحتى ترى في البلدان اللي ما فيها يعني تستر كذا، المرأة لو كانت جميلة كذا ما يهتم أحد فيها، لأن الناس تتعود يعني تشوفها شيء عادي كأنها تشوف رجل، جمالها يصبح ما مثير. لو كانت يعني كذا ومترتبة كذا، ما في تلك اللمعة وذلك البريق الذي يشبه اللؤلؤ المكنون. حتى اللؤلؤ المكنون مظهره غير عن اللؤلؤ اللي يلبس 24 ساعة في كذا. حتى اللؤلؤ يتأثر ترى. هذا سبحان الله تعالى قال يقول كأنهن لؤلؤ مكنون، كأنه تو مطلع من محارته. فلازم أنت تحرف هذه المعلومات عشان تحافظ على أقل جوهرتين معك. وهذا هو السر في بريق بعيون بعض اليهود وبعض ترى اليهود يا أخواني يتعلمون على ساعات طويلة، يعني يتدارسون هذا التناخ والتلمود والأولد تستمنت، يعني العهد القديم يدرسون، يعني مثلهم، يعني هي ديانة سماوية تعتبر. فراح تجد عيونهم لهذا الأسباب كثير منهم جميلة جدا، صافية ونقية وواسعة، مثل عيون بعض طلاب التفسير وحفظة القرآن. لو تلاحظ واحد شخص حافظ للقرآن يتم تكريمه وهو يقرأ القرآن في يوم ساعات طويلة، لاحظ عيونه راح تجدها صافية وهادية وواسعة وجميلة. هذا هو السر. وهذا هو السر. أما إذا رحت في بعض البلدان اللي تلبس النقاب ورأيتم بعض هذه النساء عيونهم صافية كأنهن عيون ثعبان، فهذا هو السر في النقاب. السر في النقاب، وخاصة النقاب لما ما يكون كذا، يكون واسع كذا، تشوفون يوسع دائما لأنه يوفر ظل العين. فهذا هو السر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترقبوا هذا الجزء الأول، في أجزاء ثانية راح تكون فيها أشياء مهمة للعيون. السلام عليكم. خاطبوا الناس على قدر عقولهم وفهمهم ومدى استيعابهم.